السلام عليكم يا سنة تالتة، يا رب تكونوا بخير وعلى خير. الدرس النهاردة من كتاب سلاح التلميذ. درسنا الغابة المتحجرة. الغابة المتحجرة شرحنا الدرس من كتاب الأضواء ومن كتاب قطر الندى. شرح الدرس موجود على القناة. هنحل النهاردة التدريبات. لو حابين أشرح معاكم من سلاح التلميذ تاني اكتبولي في الكومنتات، عشان أنا بلاحظ الفيديو اللي بيكون فيه حل أنشطة وشرح الدرس في نفس الفيديو ما بيتشافش يا سنة تالتة. فطبعا أنا بعمل الحاجة اللي بتكون مطلوبة مني في القناة، أو اللي بلاقي عليها مشاهدات أكتر في القناة على حسب رغبتكم. تمام، يا ريت تكتبولي في الكومنتات لو حابين أشرح الدرس تاني من كتاب سلاح التلميذ. عامة كل اللي موجود اللي مطلوب مننا في قصة القراءة ان احنا نحفظ المعاني يا سنة تالتة، معاني الكلمات طبعا نفهمها كويس، ونشوف المفردات اللي فيها الجديدة نتعرف عليها والحاجات الجديدة اللي فيها، وكمان نطلع فيها الحاجات من النحو او الاساليب والتراكيب اللي هي الافعال بقى والاسماء والحروف الجر والكلام ده. لو حابين ممكن اعمله لكم في فيديو لوحده، يا ريت تكتبوا لي رايكم في الكومنتات. تمام، واهم حاجه بنحفظ المعاني، مش مطلوب مننا نحفظ اسئله. تمام، وطبيعي لو فهمنا الدرس كويس واتشرح لنا كويس وقرأناه قراءة جيدة، أي سؤال هنتسأله هنجاوب عليه من غير ما نحفظ أسئلة. طبعا المنهج الجديد فهم مش حفظ. طبعا بنكون حافظين المفردات كلها اللي هي الكلمة ومعناها والكلمة والمضاد والمفرد والجمع والمفرد. تمام، هنحل بقى الأنشطة النهاردة على الغابة المتحجرة. ولو حد بيسمع معايا من المشتركين معايا على القناة، يا ريت لو سبقوا في الدروس شويه، يا ريت يقولوا لي ابدا معاكم من درس ايه، لان انا اتاخرت. انا ركزت شويه في القراءه في العربي قطر الندى، واتاخرت شويه في سلاح التلميذ، اعذروني. لو عجبكم بقى الفيديو يا ريت ما تنسوش لايك للفيديو، واللي ما اشتركش في القناه اول مره يشترك يشوف القناه وعجبته القناه، يا ريت ما ينساش يشترك في القناه ويفعل جرس التنبيهات على الكل لو حابين يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد بقدمه على القناه. بسم الله. نشاط: اختر الاجابه الصحيحه مما بين القوسين. اول نشاط معايا، اختر الإجابة الصحيحة. قامت المدرسة برحلة إلى حديقة الحيوان ولا الغابة المتحجرة ولا أهرام الجيزة؟ طبعا الغابة المتحجرة. تحتوي الغابة التي زارها التلاميذ على أشجار مثمرة، نباتات متحجرة، معامل للتجارب؟ لا، نباتات متحجرة. يتحول الخشب على مر العصور إلى حديد ولا ورق ولا حجر؟ إلى حجر. الخشب المتحجر يساعد الفلاحين ولا العلماء ولا الأطباء في دراسة الحياة القديمة؟ يساعد العلماء طبعا. قام هاني بجمع قطع من الخشب المتحجرة لأن أباه محب للطبيعة ولا نجار ولا نحات؟ طبعا محب للطبيعة. تمام. لم يحتفظ هاني بأحجار من الغابة لأن المهمة شاقة ولا الرحلة قصيرة ولا المحمية طبيعية؟ المعلمة لما استوقفت هاني قالت له عشان ايه بقى، او السبب ايه؟ المحمية طبيعية، دي محمية طبيعية المفروض نحافظ على اللي فيها، ما ينفعش نشيل منها حاجة او ناخد منها حاجة المعمل او بيتنا او نكتشفها في اي مكان بره المحمية. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة. تكونت الغابة الحجرية منذ ملايين السنين قبل وجود الإنسان؟ طبعا عبارة صحيحة. منطقة الغابة المتحجرة محدودة ومساحتها صغيرة؟ لا طبعا. خطأ. هاني يحب التساؤل والبحث والاستكشاف؟ طبعا، حضر شرح الدرس عارف اللي هو صح. الآثار القديمة تساعدنا على معرفة أسرار الماضي؟ صح. نستطيع أخذ ما نريد من المحميات الطبيعية؟ لا خطأ، نحافظ عليها. خطأ. أكمل العبارات الآتية بما يناسبها مما بين القوسين ثم أجب. حجر، ملايين السنين، حب الطبيعة، خشب. تكونت الغابة المتحجرة منذ ملايين السنين. حاجات سهلة طبعا من الدرس يا سنة تالتة. من الصفات المشتركة بين هاني ووالده حب الطبيعة. كانت الأشجار في الغابة الحجرية من إيه؟ من إيه؟ من خشب ثم تحولت إلى حجر. تمام. ما أهمية الغابة المتحجرة عند العلماء؟ السؤال ده طبعا في الدرس. الغابة المتحجرة تساعد
العلماء في معرفة أسرار الحياة القديمة للأرض. تمام. السؤال اللي بعد كده، اختر المعنى المناسب للكلمة الملونة في كل جملة. البحر الأحمر زاخر بالشعاب المرجانية الجميلة. طبعا دي الكلمات الملونة في المعاني عندنا سنة تالتة، والمفروض الكل يكون حافظها، اللي حضر الدرس لازم يكون حافظها، واللي لسه أول مرة هيحفظها. زاخرة معنى زاخرة، معنى زاخر مليء. تمام. زرت الأقصر بغرض زرت الأقصر بغرض تعرف حضارة بلدي. يا رب تكون الإضاءة واضحة يا سنة تالتة، بحاول بس الإضاءة تكون أحلى حاجة. زرت الأقصر بغرض، كلمة بغرض دي معناها إيه؟ بهدف. أصبحت بعض الحيوانات النادرة ومهددة بالانقراض. معنى كلمة نادرة قليلة. لونت اللوحة بعد أن فرغت من رسمها. معنى كلمة فرغت انتهيت. ألوان جناح الفراشة لا مثيل لها. معنى كلمة مثيل شبيه. في درجات الحرارة المنخفضة يتحول الماء إلى ثلج. يتغير. معنى كلمة يتحول يتغير. تمام. اقرأ الفقرة وأكملها بالكلمات الآتية. رأس محمد هي أول عند الكلمات مثيل بغرض تحتوي محمية زاخرة. رأس محمد هي أول محمية طبيعية يتم إنشاؤها في مصر. تقع في هذه المحمية في جنوب سيناء، حيث تعد من أجمل بقاع العالم، لأنها تحتوي على مناظر طبيعية خلابة، كما أنها مليئة بالشعاب المرجانية والأسماك والكائنات البحرية النادرة. يأتي إليها السائحون من كل مكان بغرض ممارسة رياضة الغوص والاستمتاع بجمال الحياة البحرية التي لا مثيل لها. تمام. أكمل الجمل الآتية بكلمات من القصة حسب المطلوب. المعلمة الدرس للتلاميذ. معنى توضح. تشرح المعلمة الدرس للتلاميذ. يجب علينا الحفاظ على المحميات مضاد الصناعية، طبعا الطبيعية. الوقت فحافظ عليه. مفرد كنوز. الوقت مفرد كنوز كنز. الوقت كنز فحافظ عليه. نجري في معمل العلوم. جمع التجربة التجارب. تمام. وبكده نبقى خلصنا حل اسئله الغابه المتحجره. ان شاء الله الفيديو القادم هيكون ادوات الاستفهام وازاي نكون سؤال يا سنه ثالثه. اشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.